مساء الخير على الناس كلها. احنا النهارده موجودين في الموقع بتاع مشروع تاج مصر دي جويا اللي موجود في نيو زايد. احنا هنعمل فيديو بس سريعا يوضح اللوكيشن بتاعنا والمعالم الرئيسيه اللي موجوده جنبينا او قدامنا. طيب دي ال 132 فدان بتاعه دي جويا. اوكي، ال 132 فدان زي ما احنا شايفين مباشره على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. لو بصينا هناك كده هنلاقي في بيل بورد بتاعه المشروع بتاعنا موجوده قدام الطريق. وراها بعد كده في مشروع جنبينا بتاع الصادق اسمه ده ستيت، وده فيه انشاءات زي ما احنا شايفين. الضلع بتاعه ده بامتداده لحد جوه ده بيبقى جنب الارض بتاعتي. انا هنا مباشره بيكون ال 132 فدان، فبيكون صادق على شمالي، وعلى يميني بيكون الارض الفاضيه دي مشروع تاني اسمه ريفر بتاع شركه تطوير مصر. طيب لو بصينا هنا الموقع بتاعنا المباشر على الطريق الصحراوي، وده بيكون موقع الفيلات وبيكون منطقه الكوميرشال قدامنا. لو بصينا جوه كده ورا خالص بيكون ورا هنا ده طريق الضبعه، في عربيات جوه ماشيه هنا اهو في طريق الضبعه. ده الناحيه الثانيه اللي بتكون من منطقه العمارات ال 80 فدان زي ما وضحنا قبل كده. كان في سؤال مهم تاني، الناس بتتكلم عن منطقه المطار وهل في هيكون ازعاج من الطيارات ولا لا. لا، احب اطمن الناس ان اعلى تبه موجوده جوه حرم المطار بيني وبينها حوالي كيلو، ولسه في مسافه اكبر من كده لحد ما نوصل للران واي. فالموضوع بيبقى بعيد تماما خالص عن اي ضوضاء ممكن تسببها حركه الطيران. ده فيديو سريع توضيحي لمشروع